كانت عيلة صغيرة مكونة من أب وأم ومريم في ثانوية عامة. الأب كان راجل طيب جدا، موظف بسيط في هيئة حكومية من نوعية الرجالة اللي ملهمش حس في الدنيا. يرجع من الشغل يتغدى، يقعد يقرا الجورنال أو يتفرج على التلفزيون بنضارته القراية القديمة، وما بيتكلمش غير لما حد يسأله. الأم ومريم كانوا دايما يشتكوا من بروده. الأم بتقول له: يا حاج البيت محتاج تصليح والسباكة بايظة وانت قاعد في عالم تاني. ومريم تقول له: بابا أنا مضغوطة من الدروس وانت ولا حاسس بيا ولا بتسألني عملت ايه. وهو كان يرد دايما بابتسامة هادية وكلمتين: ربنا يدبر الحال يا بنتي، كله هيبقى تمام. في يوم كان شتاء، مريم كانت قاعدة بتذاكر ومخنوقة جدا من المنهج. دخلت المطبخ تعمل شاي، وبسبب توترها الكوباية اتكسرت من ايدها. المية المغلية اتدلقت على ايديها، صرخت. الأم جريت عليها والأب قام مخضوض، بس الأب وهو قايم نضارته وقعت على الأرض واتكسرت. وقف مكانه مش شايف كويس، وبدأ يتحرك ببطء ويدور على إيد بنته مريم وسط عياطها. اتنرفزت وقالت له بعصبية: خلاص يا بابا، مش عايزة حاجة، انت دايما بطيء كده وبارد وما بتحركش غير بعد ما المصيبة تحصل. سيبنا اتصرف انا وماما. الاب مردش، ملامحه اتغيرت بحزن شديد، واخد نضارته المكسورة ودخل اوضته بالراحة من غير ما ينطق ولا كلمة. بعدها بيومين مريم كانت بتنظف الصالة ولقت محفظة باباها سايبها على الترابيزة. المحفظة كانت قديمة ومقشرة، فتحتها بالصدفة عشان تشوف لو فيها فكة، فلقيت ورقة متطبقة 4/4 ومحطوطة ورا البطاقة الشخصية بتاعته. فتحت الورقة ولقيتها روشتة الدكتور وتأمين صحي بتاريخ من أسبوع واحد فات. الروشتة كانت بتقول إن الأب بيمر بمرض في القلب ومحتاج عملية قسطرة سريعة وتكلفتها عالية جدا. وجنب الروشتة لقى ورقة تانية مكتوبة فيها حسابات ودروس مريم ومصاريف البيت، ومكتوب تحتها بخط الأب: مصاريف قسطرة القلب 40,000 تتأجل، مصاريف مراجعات مريم النهاية والكتب 8,000 تدفع فورا، الباقي من المرتب يكفي الأكل والشرب بالعافية. يا رب قوي قلبي العليل لحد ما بنتي تخلص وتنجح. مريم وقفت في الصالة والورقة في ايديها، وحست كأن الدواء الفارق في حياتها مر في حلقها. دموعها نزلت مغرقة وشها. افتكرت نضارته المكسورة اللي ما صلحهاش وبقى يلزقها بشريط لحام عشان ما فيش معاه تمنها. افتكرت بروده اللي كانت بتسميه برود وهو في الحقيقة كان وجع وسكتة قلبية بيحاول يخبيها عشان ما تتخضش وما تتعطلش في مذاكرتها. في اللحظة دي الباب اتفتح وباباها دخل من الشغل شايل في ايده كيس فاكهة بسيط، وباصص في الأرض عشان نضارته الملحومة مش مظبطة نظره. مريم ما جريتش على أوضتها، جريت عليه، رمت نفسها في حضنه وبكت بحرقة وهي بتقول له: سامحني، أنا آسفة، طلعت أنت اللي شايلنا وإحنا مش حاسين. الأب طبطب عليها بإيديه الخشنة الشقيانة وابتسم ابتسامة هادية وقال لها بصوت دافي: مسامحك، أنت بس شد حيلك وانجحي، وده بالدنيا عندي. ساعات كتير بنظلم الرجالة الطيبين في بيوتنا، الأب أو الزوج اللي ما يعرفش يعبر بالكلام وما يعرفش يشتكي، بنفكرهم مش حاسين بينا، في حين إنهم بيكونوا بيموتوا في اليوم 100 مرة في صمت عشان يوفروا لنا الأمان واللقمة الحلال. بلاش تحكم على الحب بالكلام والزعيق، الحب الحقيقي بيظهر في الظهر المحني والشقة المستخبي ورا جدران البيوت. بيوتنا مأمنة بصمت الآباء ودعواتهم، فاشف قلوبهم بالطبطبة وقبلة على الجبين.